السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي تاني حلقة من حلقات سلسلة شروحات شركة ماي واي. الحلقة الأولى إن شاء الله اتكلمنا فيها إيه هي شركة ماي واي، إزاي نشترك في شركة ماي واي، مقومات العضو الراعي أو مميزات العضو الراعي في شركة ماي واي. النهاردة إن شاء الله هنكمل الشرح بتاعنا. تمام، هنبدأ في أول حاجة إيه هي كود الاشتراك. تمام. كود الاشتراك هو كود بيتعمل عشان يفرق ما بين العضو والتاني، زيه بالظبط زي رقم الحساب بتاع البنك، زيه بالظبط زي رقم القومي بتاع حضرتك. تمام، عشان يفرق بين شخص وشخص. دلوقتي هنتكلم ايه هي مميزات شركة مايوي. شركة مايوي احنا بنشتغل فيها وبنعمل خير. يعني ايه بشتغل فيها ويعني ايه بعمل خير؟ هبدأ الأول معاكم إن شاء الله. يعني ايه بشتغل فيها أو ايه مميزات الشغل فيها؟ أول حاجة باخدها من شركة مايوي خصم يتراوح من 20 ل25%، لأن زي ما وضحت لكم في الحلقة اللي فاتت إن مايوي شركة مباشر من المصنع للتاجر على طول أو من المصنع للعضو على طول. تمام، مفيهاش إعلانات، مفيهاش ترويج على الإنترنت، مفيهاش تجار. أنت التاجر وأنت المعلن وأنت كل حاجة. عشان كده الشركة بتديك الهدايا دي كلها، الخصم من 25 من 20 ل25%، وهدايا النقاط والبرنامج والعروض التنشيطية والعروض الأسبوعية. هنبدأ دلوقتي نشوف الخصم ازاي والعروض الموجودة في الكتالوج جوه ازاي. تمام. أول منتج معانا النهاردة إن شاء الله هو مجموعة إكسبلوجن. أوتوتوريت إكسبلوجن، حجم كبير وحجم صغير، ورول أون إكسبلوجن، ومزيل عرق 72 ساعة. دلوقتي هنمسك الرول أون. تمام، نفسره كده واحدة واحدة. تمام، في كلام كتير كده أنا مش فاهمه، أنا عايز أفهمه. أول حاجة السعر بتاعه مكتوب هنا 20 جنيه. تمام، هنا خصم، هنا السعر الأساسي 20 جنيه، وبعد كده ب10 جنيه مكتوب لنا خصم 50%. الشركة بتعمل عروض داخلية للمستهلك. تمام، العضو ملوش علاقة بيها. تمام، أنا دلوقتي الشركة عملت عرض خصم من 50%، في عروض تانية بتبقى 25%، في عروض تانية بتبقى عرض اشتري منتج واخد تاني هدية، في عرض اشتري منتجين واخد منتج هدية. تمام، دي العروض دي كلها هنوضحها دلوقتي. ده أولا احنا كده فهمنا العرض أو الخصم وبين الفرق بين المشطوب عليه والخط الأحمر. تمام، في حاجة تانية هنا مكتوب هنا عدد النقاط. عدد النقاط دي حاجة جديدة في الشركة عاملاها، أو هي طول عمرها عاملاها، بس أنت كعضو جديد تحسها جديدة عليك. تمام، العدد النقاط دي بتفهمك أو بتجمع لك الهدايا والنقاط بتاعتك، بتجمع لك الهدايا بتاعتك كلها. أنا دلوقتي مثلا اشتريت رول أون إكسبلوجن، هاخد 4 نقاط. خدت مثلا برفان إكسبلوجن كبير، تمام، هاخد 17 نقطة. طب خدت كمان برفان إكسبلوجن صغير، هاخد 10 نقاط. الكود بتاعي هيجمع لي النقاط دي الموجودة ال4 وال10 وال17. تمام، عشان بعد كده هاخد هدايا عليهم، هاخد مكافآت عليهم، هاخد حاجات كتير جدا عليهم. تمام، احنا كده دلوقتي فهمنا عرض 50%. هنبدأ دلوقتي نفهم عرض 1+1. يعني ايه؟ يعني هشتري منتج واخد منتج تاني هدية. العرض اللي عندنا النهارده هو كلين منظف الزجاج ورائحة الورد. تمام، هو كلين منظف جدا، كويس جدا والله وجميل. انت حضرتك هتاخده بسعر، هتاخده للمستهلك ب17 جنيه و75 قرش، هتبيعه للمستهلك. انت حضرتك كعضو هتاخده بحوالي 14 جنيه وربع. تمام، يعني حوالي هتكسب في المنتج ده 3 جنيه ونص. تمام، عرض 1+1 من العروض القوية جدا الموجودة في الكتالوج. هي يعتبر زي نفس عرض 50%، بدل ما اشتري عرض قطعة واحدة، بس أنا كده بشتري قطعتين. تمام، من عرض مميزات جدا واللي كويسين جدا واللي بنحب نشتغل عليهم أو أعضاء مايوي بيحبوا يشتغلوا عليهم. العرض 1+1 50%. تمام، هنشوف الصورة التالتة معانا، وهي برفان سيلكشن. برفان كويس جدا، عرض 2+1. السعر المنتج الواحد لوحده 70 جنيه 75 قرش. تمام، يعني هشتري قطعتين من المنتج ده واخد تالتة هدية، يعني حوالي قطعتين بحوالي 141 جنيه ونص، واخد التالتة هدية.
طبعا لو انا عايز واحدة بس ينفع تاخدها ب70 جنيه 75 قرش، مفيش مشاكل. تمام. طبعا انت هنا بتشتري قطعتين بتاخد تاني هدية. طب هل النقاط بتجمع برضه؟ حضرتك اشتريت قطعتين بتاخد السعر الخصم 25%، وعدد النقاط بتاعتك بتتضاعف عادي. تمام، مفيش أي مشاكل. طب تمام، كويس جدا. تاني حاجة وهي هدايا 160 نقطة. ايه هدايا 160 نقطة دي؟ عشان أنا وضحت لحضرتك من شوية النقاط الموجودة في الكتالوج. تمام، قلنا 4 نقاط، البرفان سيلكشن 21 نقطة، أو أنا آسف مش فاكر كام. أنا دلوقتي جمعت فاتورة بحوالي 160 نقطة، هاخد الهدايا دي زيت اللوز والنخاع وشامبو النخاع. طب أنا جمعت هدايا 160 نقطة دي مرتين على فاتورة واحدة. تمام، حوالي 320 نقطة. هاخد دي مرة واحدة ولا مرتين؟ لأ، كل ما بتجمع 160 نقطة الهدايا بتنزل أوتوماتيك. تمام، جمعت 160 مرة، جمعتهم مرتين 3 مرات 10 مرات. انت حضرتك الهدايا بتاخدها على حسب عدد ال160 نقطة اللي انت بتعملهم مع بعض. تمام. طب هل ينفع اعمل 160 نقطة على فاتورتين؟ لا. وحضرتك موضح هنا في الصورة قدامنا على فاتورة واحدة، اشتري طلبية ب160 نقطة على فاتورة واحدة. طيب، حاجة كويسة جدا. تالت حاجة البرنامج عندنا في شركة ماي واي زي البرامج الموجودة في الشركات التانية. انت ما تحسش ان في برامج موجودة في الشركات التانية، بس لو اتكلمت مع تاجر ولا حاجة هيقولك في حاجة اسمها كده. تمام. مثلا هتكلم مثلا زي شركة عصير مثلا، تقول لك اشتري 1000 باكيتة عصير خد مروحة هدية. تمام. اشتري مثلا أي حاجة وخد حاجة هدية. تمام. تمام، شركة ماي واي عملت نفس النظام، عاملة نفس النظام بس على نظام أحسن، نظام قوي. تمام. لا، وما قالت لك ما تشتريش كله مرة واحدة، لا انت هتقسمه لك على 3 شهور. تمام. والشهر الأول والشهر التاني هتاخد هدايا. تمام. طب أنا دلوقتي الشركة طالبة مني إن أعمل 1475 نقطة على ال3 شهور. تمام. طبعا مش زي الشركات التانية، لا انت تشتري ال1000 كرتونة في الشهر الواحد هتاخد الهدية. ما اشتريتهمش، اشتريت 999 كرتونة ما انتش واخد الهدية. ليه؟ عشان نقصت كرتونة واحدة بس. الشركة عندنا في ماي واي قسمتهم لك على 3 شهور. الشركة عشان ما تبقاش حمل تقيلها عليك حاولت أقسمه لك، وعملت الشهر الأول والشهر التاني هدايا من جوه الكتالوج، هدايا برضو قيمة جدا وجميلة. تمام. قالت لك اعمل في الخطوة الأولى أو في الشهر الأول 325 نقطة وخد شامبو بزبدة الشيا. تمام. واعمل في الشهر التاني 425 نقطة وخد برفان فيحاء. تمام، حريمي. طب اعمل في الآخر الشهر اللي هو الخطوة التالتة 725 نقطة وخد خلاط 3 في 1 ضد الكسر 1.5 لتر. طب دلوقتي أنا اشتركت مثلا في شهر 2. تمام. أعمل إيه؟ أنا عايز أخد البرنامج، أشتري وآخد البرنامج. تمام، كويس جدا. حضرتك بتعمل الشهر القديم والشهر الجديد مع بعض. يعني مثلا أنا دلوقتي مشترك في شهر 2 زي ما قلت، هعمل 325 و425 هيبقى 750 في شهر فبراير. بعد كده هعمل في شهر مارس 725 نقطة عشان اخد الخلاط. طب انا دلوقتي اشتركت في شهر مارس، اعمل ايه؟ هضطر ان اعمل 3 نقاط او 3 خطوات في خطوة واحدة بس. هعمل 1475 نقطة عشان اخد ال3 هدايا في وقت واحد بس. طب أنا لما أكون في الخطوة التالتة أول ما أوصل 325 نقطة هاخد الهدية بتاعت الخطوة الأولى؟ لا طبعا. أنت دخلت في الشهر التالت بيسقط من عليك الحكم بتاع الشهور والتقسيم الشهور. تمام، تعملهم في شهر واحد بس. طب أنا لو في الخطوة التانية أول ما أعمل 325 نقطة هاخد الهدية؟ لا. طالما أنت دمجت شهرين مع بعض لازم تدمج البرامج مع بعض. تمام، فهمت كده؟ طيب. طيب، رابع حاجة هو العروض التنشيطية. العروض التنشيطية شركة مؤيد بتقول لك زي العرض اللي قدامنا دلوقتي من يوم الاثنين موافق 26 ديسمبر وحتى يوم الخميس موافق 29 ديسمبر. اعمل 225 نقطة واحصل على قطعة شاور ورد لتر ونص هدية أو قطعة شاور خوخ لتر ونص هدية. زي ما حضرتك أو حضرتك شايفة إن الشركة دايما بتعمل عروض تنشيطية على مدار الشهر. تمام.
متهيألي حوالي كل أسبوع بتعمل عرض، من يوم الاثنين ليوم الخميس، من يوم السبت ليوم التلات. أو أيا كان العرض التنشيطي اللي بتنزله أو أيا كان الأيام اللي هي بتنزلها. عموما هي مش ثابتة، بس دايما دورية. عروض تنشيطية دورية، تمام. اعمل كذا وخد كذا، اعمل كذا وخد كذا، اعمل كذا وخد كذا. هدف التنشيطات دي عشان يحفزك تشتغل، عشان يحفزك انك تخلص البرنامج بدري. تمام، احنا في اخر شهر ديسمبر دلوقتي، والشركة عاملة عرض عشان تقولك الحق قفل البرنامج بتاعك، الحق خد هدية البرنامج بتاعك، الحق خد كمل لو انت لسه مكملتش. تمام، الحق خد آخر فرصة من فرص شهر ديسمبر، وآخر فرصة من فرص عروض شهر ديسمبر. تمام، خد هدايا 160 نقطة تاني، كمل البرنامج، خد المميزات التانية. تمام. طيب، هنكمل معاكم المميزات الشغل في ماي واي. العروض الأسبوعية. إيه هي العروض الأسبوعية دي؟ العروض الأسبوعية دي بتكون عروض جوه عروض الكتالوج. يعني مثلا المنتج بيكون عليه عرض، وانا الشركة منزلة عليه عرض تاني بس في فترة محدودة. تمام، وبشروط. تمام، اول شرط من الشروط دي هي الالتزام بالوقت بتاعك. التزام العرض الاسبوع الاول بيبدأ من يوم 2 وبيخلص يوم 10. تمام، العرض الاسبوع التاني بيبدأ من يوم 11 بيخلص يوم 21. العرض الاسبوع التالت بيبدأ من يوم 22 هيخلص يوم 31 على حسب نهاية الشهر، 30 أو 31. ولا يسمح بالاختلاط بين عروض الأسابيع. يعني مينفعش أعمل الأسبوع الأول مع الأسبوع التاني، والأسبوع التاني أعمله مع الأسبوع التالت، أو الأسبوع التالت أعمله مع الأسبوع الأول، وهكذا. تمام، ده أول شرط. تاني شرط من العروض الأسبوعية عشان أقدر أستفاد من العروض الأسبوعية إن أعمل 100 نوت على فطرة واحدة. تمام، حتى هتلاقينا على جنب العروض الأسبوعية عند شراء طلبية 100 نقطة على فطرة واحدة استفاد بالعروض التالية. تمام، تيجي نشرح كده عرض من العروض الموجودة دي. جبت لكم أقرب مثال كنا شرحناه قبل كده، بس كان فاضل حتة ما شرحناهاش، وهي العرض الأسبوعي التالت أهو. تمام، كنا شرحنا عرض 2+1، بس ما شرحناش عرض الأسبوع التالت. تمام، وأنا كنت قاصد إن أنا ما اشرحهاش أو ما اجيش سيرتها في وقتها عشان ما أخيلكمش. دلوقتي عرض الأسبوع التالت ده أنا طول الأسبوع أو طول الشهر هعمل العرض ده، أو هشتري المنتج ده بسعر 200 جنيه، 75 قرش القطعة الواحدة. بس عشان أشتري قطعتين هتبقى بحوالي 141 جنيه ونص عشان آخد تلات هدية. طب أنا أستفاد بالعرض الأسبوعي التالت هبدأ من يوم زي ما مكتوب هنا من يوم 22 ليوم 31 يناير. هقدر أستفاد بالمنتج ده بعرض زائد واحد بسعر 70 جنيه 75 قرش. تمام، حتى هتلاقيها 70 جنيه 75 قرش. تمام، طب ده حاجة كويسة جدا. وبكده نكون عرفنا ايه مميزات الشغل في ماي واي. عرفنا المميزات، او عرفنا ايه هو العرض الخاص ما بين 20 ل25%. عرفنا ايه هي نقاط 160 نقطة. عرفنا ايه هو البرنامج وشرحناه، وشرحنا العروض التنشيطية والعرض الأسبوعي. وبكده احنا خلصنا جزء من جزء مميزات شركة ماي واي، اللي هو جزء احنا بنشتغل. طب جزء احنا بنعمل خير، ده انا هفضله هنعمله فيديو لوحده في الحلقة الجاية ان شاء الله، لأنها هتكون معظمها حالة عملية هنربط فيها ازاي احنا بنشتغل وبنعمل خير. هنربط فيها مميزات شركة مايوي كلها في وقت واحد، وازاي نطلع منه بوكس استفادة ما بين الهدايا ال 160 نقطة، الخصم من 20 ل25%، العروض التنشيطية، العروض الأسبوعية، البرامج. ازاي نربط كل ده في وقت واحد ونطلع منه أقصى استفادة من واقع جوه شركة مايوي إن شاء الله. هنفهم الشغل اكتر، هنفهم الدنيا عاملة ازاي اكتر. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون فيديو مميز جدا. احنا كده خلصنا بالفيديو ده، نكون 45% من شرح شركة ماي واي. الفيديوهات الجاية ان شاء الله تكون مميزة وقوية اقوى من الفيديوهات اللي فاتت. وان شاء الله يكون الفيديو ده والفيديو اللي فات يكون اعجابكم، الفيديوهات الجاية ان شاء الله تكون نهاية اعجابكم اكتر. وكرر تاني ان شاء الله مش هسيب الحلقة دي، مش هسيب قصدي السلسلة دي الا لما كل عضو في شركة مايوي يفهم ايه هي شركة مايوي من الف للياء. هيفهم مايوي من كل حاجة ان شاء الله، من كل جوانبها، وازاي يطلع منها باقصى استفادة. ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.